مثل ما ذكر الرفيق، الهدف من هذه الاجتماعات بعد انقطاع دام شهرين او اكثر بسبب فيروس كورونا، يعني صار في انقطاع عن العمل التنظيمي. لذلك قررنا كمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي القيادي العام بعقد اجتماعات جماهيريه من اجل إعادة التنظيم والعمل التنظيمي وشرح الوضع السياسي لجماهير شعبنا الكرام. أزمة تناقضات استراتيجية، تناقضات سياسية، تناقضات إيديولوجية. هناك استراتيجيات متناقضة يعيشها العالم تعطي بثقلها على جميع أرجاء العالم. يعني هناك قطبين موجودين في العالم، طبعا انتم بتعرفوا هن روسيا وامريكا، وهلا في قطب ناشئ جديد هو الصين. من خلال هي المحاور الاستراتيجيه الثلاث عم تعطي ثقلها وعم تعطي تاثير سلبي على البشريه جمعاء. من خلال هي التبعات السلبيه اللي عم تعيشها العالم عم تظهر مشاكل كبيره، مشاكل جوهريه، مشاكل بنيويه، منها مشاكل الامراض، الحرب البيولوجيه، الحرب العسكريه. كل هذه عم تعطي ثقلها على البشريه جمعاء. لذلك العالم يعيش بيومياته مشاكل خانقه، مشاكل اقتصاديه، مشاكل سياسيه، مشاكل عسكريه. كل هذا عم يؤثر بشكل جوهري وحقيقي على الانسان بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام.